النهارده هعلمك ازاي تكسب فلوس من اوبر اندرايف دي. تعالى بقى يا معلم معايا كده نعيش التجربه مع بعض، نعيش الدنيا كده مع بعض في ظل ان احنا متبهدلين ومتهانين وكل شركه عماله تلعب بينا. اندرايف مبوظلنا الدنيا، اللي واخده 70% تاني عشان في ناس دخلت وقالت لي ازاي ومش ازاي. ايوه، اندرايف واخده 70% من العملاء اللي بتركب لان اسعارها ميته. لو مش اندرايف واخده ال 70% ما كانتش خلت اوبر، اللي هي يعني اوبر دي شركه عالميه، ما كانتش خلت اوبر توقع اسعارها بالطريقه دي وتستغنى عن الفئه بتاعت عربياتها وتنزل بموديلاتها. نفس الكلام دي هي نفس الشيء ونفس كل حاجه. يعني اوبر اللي مستحوذه فكلهم بيمشوا على الايه، على اندرايف طبعا زي ما انتم عارفين مبهدله الكباتن ومديه اسعار، يعني مش عايز اقول لك يعني ببلاش، احنا بيركبوا معانا ببلاش. فتعالى معايا اقول لك بقى دنيتنا في الايه، في الكام يوم اللي احنا هنقضيهم مع بعض. تعالى معايا يا معلم. احنا النهارده المفروض نستهدف العميل النضيف، العميل المحترم. كل العملاء محترمين وكل العملاء نضاف عشان ما حدش يزعل. بس احنا النهارده هنلعب على ايه؟ انا قلت لك قبل كده واقول لك تاني، بعد اذنك يا كابتن احنا هناخد الرحله الصغيره. هتقول لي يا كابتن ما انا هاخد 10 رحل صغيرين مش هيجيبوا معايا اليوم. ماشي يا عم انا معاك والله، مش هيعملوا معاك اليوم. طيب مش هيعملوا معاك تكلفتك في اليوم. ما احنا هناخد رحلتين كبار دي اللي هم 20 كيلو وما تزيدش عن 20 كيلو. رحله رايح 20. شوف مثلا احنا هنشتغل في التجمع، تمام؟ انا مثلا قاعد في شبرا فانا هعمل واجهه للتجمع، هيجي لي رحله 20 كيلو، انا عايز اتفاوض على الرحله، عايز اخد رحله بسعر عالي، عايز اخد رحله فريت. فرحله 20 كيلو فريت تعمل لها 170 جنيه. 20 كيلو على في اندرايف، طبعا انت عارف اندرايف ما شاء الله اسعاره ميته. هتلاقي ناس حاطه لك ال 20 كيلو ب 90 جنيه. احنا مالناش دعوه بيهم، الناس دي مالناش دعوه بيها. احنا هنبص على الناس اللي حاطه الرحله مثلا ب 120 مثلا، فسيادتك هتقوم متفاوض معاها على 150 على 160 على 170 على حسب التفاوض بتاعك. وما تطلعش وما تدورش عربيتك غير لما تاخد الرحله بالسعر اللي انا بقول لك عليه. خد الكيلو في الرحله اللي هي الكبيره دي ب7 جنيه، ما تاخدوش. لو خدته اقل من كده انت خسران. انا في فيديو بس مش دلوقتي خالص، قدام شويه هقدر يعني هعمل لك التكلفه. انا راجل محاسب تكاليف، فانا هقدر اعمل لك تكلفتي في الكيلو يعمل معايا قد ايه، الكيلو بالعربيه كده وانا ماشي بيه يعمل معايا قد ايه. فان شاء الله بس ده مش دلوقتي، قدام شويه لحد ما الدنيا تستقر ونعرف احنا هنمشي ازاي وهنتعامل ازاي والقصه دي هتعمل ايه. فالنهارده زي ما بقول لحضرتك خد رحله وانت رايح 20 كيلو. في 20 كيلو ممكن تلاقيه عامل 200 جنيه، دي ارزاق وريت ومكان يختلف عن مكان. فسيادتك لو نفترض ان احنا خدنا ال 20 كيلو رايح وال 20 كيلو راجع، يعني 40 كيلو خدناهم مثلا. طبعا 40 كيلو لما تاخدهم دايركت شيء، ولما تاخدهم 20 في 20 شيء. ف 20 في 20 يعملوا معاك كام؟ يعملوا معاك حوالي مثلا نقول 320 330 في الرينج ده، من 350 وانت ايه وانت نازل. واحد دلوقتي هيطلع يقول لك يا كابتن مفيش الكلام ده، مفيش. لا يا كابتن فيه، وانا ممكن اوريك دلوقتي رحلات، بس انت اهدى على نفسك. اذا علمت ان رزق لم ياخذه احد فاطمئن قلبي. فيا ابن الحلال لما تيجي تاخد رزقك ما تسرقوش، ما تنتشوش، استنى عليه واحده واحده، حدد لنفسك هدف تمشي عليه وخده. فانا هاخد الرحلتين يعملوا معايا ايه 350 جنيه. انا عن نفسي يعملوا معايا 350 جنيه. هبدا بقى العب على الرحله اللي كبرها 10 كيلو. ويا بقى لو سيادتك لعبت الرحله اللي كبرها 5 كيلو، ف5 كيلو ب 50 جنيه، 5 كيلو ب 60 جنيه، 5 كيلو ب 70 جنيه وانت وشطارتك. فلما سيادتك تلعب يا عم، انا هقول لك 5 كيلو ب 50 جنيه، هلعب 10 رحلات 5 كيلو في الرحله ام 50 جنيه، هيعملوا معايا ال 500 جنيه. صح كده؟ ادي 500 وتلعب معايا من الناحيه الثانيه 350، يبقى انا معايا كام؟ 850 جنيه. 850 جنيه لما سيادتك تطلع منهم ال 350 يا عم مصاريفك ومصاريف العربيه، اتبقى لك 500 جنيه بتوعك. واحد تاني يقول لك كابتن انا يا كابتن كنت بعمل في اليوم 1000 ونص. ما انت بايدك يا حبيبي تعمل 1000 ونص دي، اعملهم ازاي يا كابتن؟ ما الاسعار والدنيا. لا حضرتك خد لك بدل ما تاخد رحلتين ب 20 كيلو بالاسعار دي، لا حضرتك خد لك 3 أو 4 رحلات. والباقي يا كابتن ما انا هعمله رحلات صغيره. فانت سيادتك لما تعمل 4 رحلات الكيلو فيهم واقف على 5 جنيه او على 6 جنيه او على 7 جنيه، طبعا انا عن نفسي ما باخدوش اقل من 7 جنيه. فلما سيادتك تقول لي يا عم ده انا هخطف الكيلو ب 5 جنيه، ما انت راجل خطيف، اخطف يا عم الكيلو ب5 جنيه في رحلات كبيره. بس انت هنا من الناحيه الثانيه ارجع شوف يا عم الكيلوات بتاعتك، فتكلفتك هتبقى اعلى.
فنصيحه لله ما تاخدش اقل من 7 جنيه كيلو. اخطف لك رحلتين او 3 ام 7 جنيه كيلو، ده بالنسبه لنا خط ام 7 جنيه الكيلو، وارجع العب على الرحلات الصغيره وانت مروح. ما انا مش هروح فاضي، خد لك رحله في طريقك وانت مروح، يا رب توصل معاك الكيلو فيها ب5.5 او 6 جنيه، تلاقي نفسك مرضي ومروح مرضي، وعربيتك ما تهنتش وما ضربتش في اليوم 500 كيلو او 400 كيلو. يا كابتن في 400 كيلو؟ انا شفت ناس قسما بالله العربيه بتعمل معاهم في اليوم 500 كيلو، وتيجي تقول له انت جايب كام، يقول لك انا جايب 1500. 500 كيلو؟ طب يا كابتن انت جبتهم ازاي؟ عملتهم ازاي؟ يقول لك اصل يا كابتن انا اي رحله بتجيلي باخدها. يا لهوي، اي رحله يا كابتن بتجيلي باخدها، لو 20 كيلو ب 100 جنيه، لو 20 كيلو ب 80 جنيه باخدها. مش هيتقوا الله، واحنا مش هنفضل قاعدين من غير شغل ولا ايه؟ فالعب على الرحلات الصغيره، رحلتين او 3 كبار، معاك رحله صغيره، ربنا يوفقك ويوفقنا ويكرمنا ونقدر نعمل اي حاجه في المقاطعه. السلام عليكم.